السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينية كيك، هنعملها بكيلو دقيق ما شاء الله، بحجم عائلي كبير جدا. هنعملها باللبن الرايب، تحفة بجد والله يا جماعة. حلوة قوي قوي، غير ريحتها وطعمها ولونها، كل حاجة فيها ما شاء الله جميلة جدا. اتمنى منك لو اول مرة تشوفيني تشتركي في قناتي. طبعا انا دعاء ابراهيم، ودي قناتي لتعليم التورت والحلويات والجاتوهات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله ان انتي تعملي متابعة لقناتي، تشتركي وتفعلي الجرس وتعملي لايك للفيديو وتشاركيه مع اصحابك واصدقائك، وتعملي جولة ان شاء الله في قناتي، واتمنى ان شاء الله انها تعجبك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل كيلو دقيق. هنعمله كيكايه ازاي، مقادير مظبوطه جدا. انا معايا كيلو دقيق تمام كده. انا شلت منه كوبايه الا ربع دقيق، وحطيت مكانها كوبايه نشا. اللي انا حطيتها انا اخلتها دلوقتي دي كوبايه نشا. يبقى كيلو دقيق شلت منه كوبايه الا ربع دقيق، وحطيت بدلها كوبايه نشا. وهسيب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف ان شاء الله. وحطيت عليهم زي ما انتم شفتوا كده كيسين كيك شيف، اللي هو خميرة الحلويات. وزن الكيس 23 جرام. تمام. وحطيت رشة ملح وقلبت المكونات الجافة. ومعايا ده اللي في البولة لبن رايب. انا بوريهولكوا ده اللبن رايب اللي احنا هنستخدمه. وفي البولة التانية دي معايا 6 بيض، وحطيت عليهم ظرفين فانيليا، او بتحطي عليهم معلقة فانيليا سايلة او معلقة فانيليا باودر. هنحط بقى في شفشق الخلاط 3 كوبايات سكر، وهنحط عليهم 6 بيضات وعليهم الفانيليا. طبعا هحط معلقه خل، بس معلقه الخل انا حطيتها بقى في البوله هنا لان الفانيليا ما كانتش نزلت، كانت في موجوده في القعر بتاع البوله كده. فبصوا غسلتها بيها كده بمعلقه الخل ونزلتها على على البيض. وحطيت كوبايه زيت تمام كده، واحط كوبايه سمنه. جبت كوبايه نص كوبايه سمنه. يبقى حطينا كوبايه زيت ونص سمنه. لو عايزه تستخدميها كلها كوبايه ونص زيت مفيش مشكله، عايزه كلها كوبايه ونص سمنه مفيش مشكله. بس لما تحطي من ده على ده بصراحه بيكون افضل كتير. طبعا الخليط كان كتير جدا على الخلاط فضربته وفضيت نصه، والنص التاني حطيت عليه اللبن الرايب اللي احنا عاملينه. ضربته في الخلاط علشان بس يكون ناعم معايا. وحطيت المكونات كلها السايله. طبعا بفضي هنا معاكم شفشق الخلاط. حطيت المكونات السايله كلها بقى وقلبتها مع بعض كده. عايزه اقول لكم ان انا احتجت كمان كوبايه ونص، يعني انا احتجت كمان كوبايه ونص لبن رايب على المقدار السوائل ده، لان كيلو دقيق بسم الله ما شاء الله كتير، فكانت السوائل قليله. فانت هتزودي كوبايه ونص كمان لبن رايب، او يعني زي ما انت بتستخدمي لبن حليب. بس بصراحه كانت تحفه باللبن الرايب. بصوا انا حطيت بقى الدقيق هنا على 3 مرات علشان بس اقدر اقلبه. حطيته على 3 مرات. هو معايا هنا دي في تاني مره حسيت ان الخليط كويس تمام. فانا بقيه الدقيق طبعا حط عليه باودر والملح وكل حاجاته. فقلت لا، انا هحط الدقيق وهزود لبن رايب. تمام. انا برضو حسيت ان هو هيبقى كتير عليه، فانا قلت لا، هكمل المقدار بتاعي عادي خالص وهزود اللبن الرايب. هوريكم دلوقتي انا عملت ايه. جبت معايا كان فايض عندي طبعا لبن رايب. اخدت كوبايه كده واحطها في الخلاط برضو اضربها في الخلاط. تمام. هضربها في الخلاط وهحطها على الخليط الكيك بتاعي وهقلبه. واحتجت كمان نص كوبايه. انا احتجت كمان نص كوبايه، يبقى انا حطيت كوبايه ونص لبن رايب على الخليط معايا. يبقى السوائل معانا هنا ايه؟ هنحتاج كده كيلو الا ربع لبن رايب، وكوبايه ونص زيت على سمنه، وهنحتاج 6 بيض ومعلقه الخل. بس دي كده كل السوائل، و3 كوبايات سكر. دي كل السوائل هنضربهم مع بعض في الخلاط، وهننزل عليهم بكيلو الدقيق. وكيلو الدقيق زي ما احنا قلنا عليه كيسين كيك شيف. الوزن الكيس الواحد 23 جرام، ورشة الملح. وطبعا بنشيل من الدقيق كوباية دقيق او كوباية الا ربع بالظبط، وحطيت مكانها كوباية الا ربع نشا. دي كل المكونات على فكره انا قلتها لكم تاني، وبرده زي ما قلت لكم هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. انا شغلت الفرن يعني في وسط في وسط كده الشغل بتاعي وانا شغاله، شغلت الفرن علشان ما يكونش سخن معايا قوي. ودخلت الصينيه بتاعتي. اول ما دخلتها شغلتها على اعلى حاجه وسبتها على درجه حراره 180. بعد نص ساعه و5 دقايق و10 دقايق، يعني ساعه الا ربع بالكتير قوي، طلعتها ما شاء الله كانت بالمنظر القمر اللي انتوا شايفينه ده. واختبرتها معاكم بخله وسبتها، يعني سبتها حوالي 10 دقايق. وانا بقطعها معاكم كمان هنا كانت سخنه جدا. بس برضو انا هقطعها معاكم علشان اوريها لكم واوريكم الكيك قد ايه طعمه تحفه وقد ايه هش قوي قوي. بصوا الكيك ما شاء الله حلو قوي قوي. وبصوا يعني مفتح معايا كمان وحلو جدا. بصوا عامل ازاي
ما شاء الله حلو قوي قوي، غير طعمه والله يا جماعة. وما شاء الله دي كمية كبيرة، ممكن انت بقى تقسميها على صينيتين على 3 زي ما انت عايزة تعمليها في صينية واحدة كبيرة. على فكرة الصينية دي كبيرة قوي. ان شاء الله هبقى اشوف لكم المقاس بتاعها قد ايه بالظبط. بصوا الكيك عامل ازاي، هو كان سخن هنا، انا بوريهولكوا عامل ازاي. المقدار ده طبعا كتير، فممكن انت تقسميها على صينيتين او 3 صواني، او تعمليها في صينيه كبيره. لو انت صاحبه مشروع بتقطعي الكيك بقى وتعملي اطباق وتبيعي منه، او لو هتوزعي على جيرانك او اصحابك او قرايبك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وطريقه الكيك بتاعتي عجبتكم. جربوها بنفس الطريقه بالظبط، والله تحفه جدا وهتدعي لي عليها. واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.